اهلا بكل عملاء دريم 2000. معاكم احمد جلال. النهارده هنتكلم عن جهاز مختلف شويه، لابتوب بس هيبقى عامل فيها تابلت. انت اكيد هتكون محتاج جهاز بره البيت تقدر تشتغل بيه. هو الحل هيبقى لينوفو دويت 3. ليه الدويت 3؟ عشان الدويت 3 بيجي بوزن خفيف جدا، هو 700 جرام. تعالوا نتكلم عن تفاصيل اللابتوب كامله. هو عشان تستمتع باحسن اداء في الجهاز ده بيجي بروسيسور انتل 4 كور، وكمان في حاجه اسمها ماكس تيربو. الماكس تيربو دي بتديك اداء افضل من الطبيعي للجهاز، وكمان بيبقى الجهاز مالتي تاسكينج. وعشان تقدر تعمل كل ده لازم يكون الجهاز فيه بطاريه قويه. هو فعلا الجهاز بيبقى جاي ببطاريه قويه جدا وتقدر تقعد معاك لحد 8 ساعات. وكمان الجهاز بيجي بوزن خفيف جدا 700 جرام زي ما احنا قلنا في الاول. وكمان الجهاز بيجي بالكيبورد والتاتش باد زي ما احنا شايفين، وتقدر تستخدمه كلابتوب وتقدر كمان تفصله وتستخدمه كتابلت. مش بس كده، وكمان اللابتوب بيجي بشاشه 11.5 انش بريزوليوشن 2K. فهتقول لي ال 2K دي هتفرق معاك في ايه؟ هتفرق معاك ان هي بتديك اعلى سطوع الوان، وكمان بيبقى فيها ميزه اسمها الدي سي اي بي 3. الدي سي اي بي 3 هي عباره عن نسبه استحواذ الالوان في الشاشه، ودي هتفرق معاك في ان انت لو بتتفرج على فيديو، بتشوف تصميم، بتتفرج على اي حاجه، هتلاقي ريزوليوشن والوان كويسه جدا. وكمان الجهاز بيجي معانا بكاميرا اماميه وكاميرا خلفيه، وكمان بيبقى فيه فينجر برينت في زرار الباور عشان الحمايه. كمان الكيبورد بتاعت اللابتوب بتبقى سهله جدا ومريحه في الاستخدام، وكمان بيبقى فيه التاتش باد دي سهله جدا. مع ان كمان في ميزه مهمه جدا فيه، ان هو بيجي بالقلم بتاعه زي ما انتم شايفين، بيتحط في الكفر. هيبقى سهل جدا في الاستخدام. لو انت مثلا عايز ترسم، عايز تسجل نوتس، كل ده هيبقى موجود معاك. ولينوفو حلت لك المعادله الصعبه عشان انت لو عايز تستخدمه كلابتوب او تابلت. بيجي بويندوز 11، بيجي معانا بثلاث فئات. اول فئه هي اعلى فئه، هي ال بيجي بروسيسور N200، بيجي برامات 8 جيجا، بيجي بهارد SSD 256. الفئه الثانيه هي بروسيسور N100 برامات 8 بستورج 128. الفئه الثالثه هي ال N100 4 جيجا رام بستورج 128. الجهاز متوفر في كل فروع دريم 2000. تقدر تشتريه كمان عن طريق الابلكيشن او عن طريق الويب سايت باكتر من 20 طريقه تقسيط. وما تنساش تسيب لنا رساله او كومنت عشان نقول لك اقرب فرع ليك فين. شكرا لك.